السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كيفكم أصدقائنا؟ بتمنى تكونوا بألف خير. بهذا الفيديو حبيت أشارك معكم حياتنا بالكامب بألمانيا، كيف عايشين. هلا نحن موجودين في منطقة أونا. هذا الكامب موجود في منطقة أونا. راح أصور لكم الكامب. طبعا في فرق شاسع ما بين الكامبات الموجودة بألمانيا والكامبات الموجودة في اليونان. فالحياة في الكامب بألمانيا مختلفة عما توقعت. فتابعوا معنا الفيديو وتفاصيل تجربتي في الكامب بألمانيا. بس حابب اخبركم اول شيء، انا ما كنت موجود في المانيا، انا رحت على بلجيكا لان اجراءاتها اسرع. ولكن انا ما صمت. فانتظرت حتى اشوف الاوضاع في سوريا شو بده يكون. فلما شفت النظام سقط فجيت على المانيا مشان احاول اني اشتغل بالمانيا واعوض ال 10000 يورو اللي حطيتها في الطريق في السفر. فمشان هيك جيت على المانيا لاني فرص العمل هون اكثر من بلجيكا. ولكن انا ما كنت بدي اجي على المانيا، انا كنت رايح على بلجيكا او لوكسمبورغ. فجيت على المانيا مشان اشتغل، مشان اعوض ال 10000 يورو اللي حطيتها اجت للسفر، لاني ممكن ما يقبلوا لجوئي ببلجيكا او لوكسمبورغ. لو ما يبتوا بقرار ممكن يكون الاوضاع بسوريا تحسنت فما يقبلوا لجوئي. فما راح استفيد شيء وراح اضيع وقت. فجيت على المانيا مشان اشتغل لاني فرص العمل بالمانيا اكثر. كنت اني دا عارف ان النظام بسوريا راح يسقط ما كنت سافرت، كنت ضليت في تركيا. حتى لو كنت باليونان كنت ما كملت لاوروبا، كنت ضليت في اليونان. بس انا دخلت على اوروبا بعد يومين سقط النظام. فكنت بارك في بلجيكا، نايم ببلجيكا اسبوع حتى اشوف الوضع في سوريا لو بدي اوصل. لما شفت الاوضاع اني كمان لا تتحسن فجيت على المانيا. اول شيء راح ابلش معكم من غرفتي في الكامب. هي غرفتي فيها 6 اسرة، موجودين نحن بالغرفة 5 اشخاص. مثل ما شايفين هي الاسرة بتكون سريرين فوق بعضهم، هي ما لها فرشة. بننام نحن هون، وهي هون خزانة اذا بدك تحط ملابسك فيها. هون في شباك واطلالة على الكامب. هذا هو الكامب، هاي غرف الكامب مثل ما شايفين. وفي صوفاجات مشان التدفئة شغال على ال5. شايفينه كبيرة يعني بتدفي الغرفة كلها. هون في بركون، بحب يبرك بالبركون. يعني في بركة حلوة، يعني مو مثل كامبات اليونان. كامبات اليونان صار معنا مرض نفسي. شايفين القعدة ما أحلاها. حتى بكل غرفة في صالة، إذا حابب تقعد هون مثلا أو إجاك زوار تقعد معه عند هالغرفة. في طاولات وكراسي، يعني في راحة نفسية بالكامب صراحة يعني. هذا هو البناء، شايفينه رقمه 54. شايفين شباب هذا هو المطعم، بس هلا مسكر. بس يفتح رح ندخل لجوا ونورجيكم الأكل. الفطور من الساعة 7 للساعة 8:30، والغداء من 12 للتنتين، والعشاء من 5 لل6:30. هلا راح أتابع معكم تصوير بس يفتح المطعم. شباب بعد ما فتح المطعم أخذنا هي الوجبة، فيها معكرونة بلحمة، وهي اللحمة لحم دجاج، وهون كرمنتينا ورغيف خبز. راح نحط بهار للأكل ونجرب. هاي شاي بالحليب. والله يعني الأكل طيب صراحة يعني. كمان في وجبة تانية إذا أنت نباتي، ففي وجبة تانية ما فيها لحم. والله هي الأكلة، هي الوجبة التانية أخذتها ما فيها لحم أبدا. هي عجينة شيش برك مع الخضروات وقلبها لبن. كمان طيبة، يعني كأنك بتاكل شيش برك بس من دون لحمة. تفضلوا شباب، تفضلوا على الغداء. الحمد لله. هدول مباني للعائلات، بتكون مهيئة للعائلات. يعني بتكون مثلا فيها غرفتين، غرفة للأطفال وغرفة للزوج والزوجة، مختلفة عن غرف الشباب.
في هذا المبنى فيه مكان للصلاة، فيه ملابس، وفيه كوي او ماكينة خياطة اذا بدك مثلا تقصر بنطلون. هلا راح ادخل مشان افرجيكم الملابس الموجودة. ايه شباب، هي غرفة الملابس، شايفين فيها ملابس، فيك مثلا تختار لبس إلك. طبعا الملابس مستعملة بس ما هي مهترية، يعني ما فيها شي، بس مستعمل، تاخدها مجانا هون. هاي كمان الغزينة فيها ملابس. هون في غرفة غسيل مشان إذا بدك تغسل أغراضك، فبتجيبن لهون الساعة ما بين الساعة 9 حتى الساعة 10 مثل ما واضح أمامكم كل يوم، ما عدا يوم السبت والأحد. بتسلمن ياهن وهن بغسلوهن. انت بتعطيهم ياهن وهن بغسلوهن الصبح، وبترجع لعندهم ما بين الساعة 3 حتى الساعة 8 المساء، بتستلمهم من هالغرفة. هون المناشف بتم تبديلها بس يوم الاثنين، لأن هن وقت تجي على الكامب بيعطوك مناشف. في أماكن لألعاب للأطفال وفي أماكن ترفيهية للكبار. هلا شايفين هون بهالمكان خلف المبنى اللي أنا ساكنه، في هون مكان للألعاب. مو ممكن تلاقي حدا عم بيلعب لأني هون برد. هنيك الراتب تستلمه كل أسبوع 47€. هون بتنزل الأسماء اللي بدهم يستلموا الراتب، شايفين؟ هذا هون تاريخ الراتب مسجل 27 ديسمبر 2024، لازم نروح نستلمه. وبهي اللوحة فيها بعض المعلومات بتعرف عن المبنى. هون عنا مثلا الصالة رقم مبنى 49، حكيت لكم عنه أنا من شوي. هون عنا الملابس إذا بدك تغسل الملابس، كمان حكيت لكم عنه المبنى. هون إذا بدك تستعير قفل فبتحط 5€، طبعا بتاخده من مبنى 49، بتحط 5€ بتستعير القفل، لما بتسلم القفل برجعوا لك 5€. كمان في لوحة تانية كمان تعريفية للمبنى، هي اللوحة شايفين. هون في أماكن ترفيهية، هون الخياطة، في عنا هون كمان أماكن ترفيهية للأطفال، قراءة كتب. هي السينما إذا بدك تروح على السينما. هلا راح أخدكم على السينما وأفرجيكم إياها. يعني هي التواقيت الموجودة هون يعني للأماكن الترفيهية إذا حابب تروح عليها. هلا راح أروح على أماكن ترفيهية مشان أصوركم إياها. هذا هو البايسكل الخاص فيني رابطه هون. راح أطلع برات الكامب مشان أروح على المبنى من هالمكان. المبنى موجود هنيك رقمه 22. هلا راح أطلع خارج الكامب ناخد البايسكل ونروح على المبنى. مو هو بعيد، هو صاير خارج الكامب المبنى الترفيهي. هلا رايحين على طريقنا يا شباب، شايفين مكان ما أجمله، بس الجو هون برد. صار تقريبا 15 يوم ما شفت الشمس. ها هي المسافة مو بعيد. يعني يكون الأماكن الترفيهية بحطوها قريب من الكامب. شايفين شباب، في ناس جوا عم تلعب. راح ندخل سوا ونصور. في عنا هون كرة الطاولة، شايفين. هون في ولاد عم بيلعبوا، هذا يكون عم بيلعب مع ابنه. وكمان في فيشة إذا بدك تلعب فيشة، يعني كلها ألعاب ترفيهية، طبعا هي كلها مجانية.
هلا راح نروح الغرفة الثانية ونشوف البلياردو. في بلياردو، هاي الغرفة الثانية فيها بلياردو. الشباب هون عم بيلعبوا، وهي طاولة صغيرة للي أعمارهم 10 سنين في يلعبوا هون. كمان في ألعاب ترفيهية للأطفال، في تركيب، في طاولة زهر، في شطرنج. هون جرايد، اللي بحب مثلا يقرأ جريدة، مجلات. هون غرفة السينما، شايفين الشباب؟ حتى في شباب هون باركين عم بتفرجوا. هذا مسلسل يوميات مدير عام. وهذا هون ملعب لكرة الطائرة، بيجوا أهل الكامب هون بيلعبوا بكرة الطائرة. طبعا الجو ما بيسمح انك تلعب بكرة الطائرة، يعني دائما هون الجو ممطر، فما بيسمح لك. ان شاء الله نحن رح نشتغل ونعوض اللي راح مننا. نحن ما جينا مشان نلعب لا بكرة الطائرة ولا جينا نبرد في الكامب. نحن نشتغل ونعوض اللي راح، اللي 10000 يورو. صراحة ندمان، ايه ندمان، يعني ما كنت اتوقع اني رح يصير هيك. لو اعرف ان النظام بسوريا رح يسقط ما كنت سافرت. كتير من الناس هيك صار معهم. قدر الله ما شاء فعل. رح نشتغل ان شاء الله بالانشاءات. رح ادور على شغل صراحة، يعني بالساعة تقريبا بين 10 ل 11 يورو. والمعلم بياخذ 16 يورو، 15 يورو، 16 يورو المعلم، بس العامل العادي هيك بياخذ بين 10 ل 11 يورو بالساعة. فراح ندور على شغل بالانشاءات ونشتغل. شاركنا معكم هذا الفيديو في كامب بألمانيا، بتمنى يكون عجبكم. دمتم بأمان الله، لا تنسونا اللايك، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.